اليو ديانج عنده مشكله كبيره وهفضل مقتنع بيها ان اليو ديانج محترف لا يصلح للاهلي. في البدايه انا هتكلم معاك عن التشكيل اللي من وجهه نظري كان صح جدا. ابتدى في حراسه المرمى خوسيه بيرو، مصطفى شوبير، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، على الشمال محمد شكري. نص الملعب الناس كلها اتفاجئت بوجود احمد رضا مكان اليو ديانج. انا بالنسبه لي احمد رضا جودته افضل من اليو ديانج في بعض الحاجات، واليو ديانج تفوق عليه في بعض الحاجات. بس لو هتقول لي انا هفضل مين، لو الثلاثه موجودين عندي، احمد رضا، مروان عطيه، اليو ديانج، احمد رضا يبتدي على الاثنين دول. مروان عطيه عنده حته استخلاص الكوره بس ما عندوش الترن ان هو يلف ويسلم، على طول بيسلم لورا. اليو ديانج عنده مشكله كبيره وهفضل مقتنع بيها ان اليو ديانج محترف لا يصلح للاهلي. وانا هنا مش بسير الجدل، انا راجل بتكلم كوره. اليو ديانج الراجل اللي بيفهم كوره هيقول لك ان هو عنده مشكله كبيره جدا في نقطه الاستلام. اللمسه الاولى الكوره بتطلع من رجله، لو بتلعب مع فريق بيلعب ضغط عالي هتروح في داهيه. الكلام ده ما كانش هيبان قوي النهارده، ان انت كنت النهارده اللي ضغط الفرقه، فكان اليو ديانج كان ممكن يبتدي. بس انت ما تعرفش، كان ممكن مودرن سبورت ينزل يبادرك وهو اللي يهاجم. فاحمد رضا كان بالنسبه لي افضل. قدامه محمد بن رمضان 8 وقفشه صانع لعب. على اليمين زيزو، على الشمال تريزيجيه ومحمد شريف مهاجم. تشكيله مثاليه جدا ما فيهاش اي افتكاسات، كل لعيب في مركزه.